طريقة واحدة بس تقدر بيها تتأكد ان السلك السويدي اللي انت شاريه ده هو سلك سويدي اصلي مش مضروب. عشان تتأكد ان السلك اللي انت شاريه ده هو سلك سويدي اصلي، مالكش دعوة بالباركود ولا وزن اللفة ولا لون اللفة ولا طعم وريحة البلاستيك والكلام اللي عمال بيتقال ده كله. قياس المقاومة الكهربائية لفة السلك هو اكتر طريقة مضمونة عشان تتأكد بيها ان السلك بتاعك ده هو سلك اصلي. المقاومة الكهربائية هي عبارة عن رقم بيعبر عن المقاومة او الممانعة اللي بيقابلها التيار الكهربي وهو ماشي في الاسلاك، والرقم ده كل ما كان قليل كل ما ده معناه ان درجة نقاء النحاس بتاع اللفة دي عالية جدا وان السلك ده كويس. كل اللي عليك بتعمله هو انك بتجيب الطرفين بتوع الافوميتر، تحط اول طرف فيهم على بداية اللفة من هنا، والطرف التاني بتحطه على نهاية اللفة وده بيكون محطوط هنا جوه كده، وبتقيس المقاومة بالافوميتر بين الطرفين دول. الرقم بقى اللي هيطلع لك ده هتقارنه بالرقم اللي موجود في جدول المقاومة بتاع الاسلاك السويدي اللي الشركة منزلاه وموجود على النت. لو طلع الرقم هو او قريب منه بنسبة 1/10 فده معناه ان السلك ده اصلي، وال1/10 ده هو معامل تصحيح الخطأ، وده بيختلف من افوميتر للتاني. اشهر واكبر وكيل للاسلاك السويدي في القاهرة هو المهندس سامح جبريل، ومكانه في العتبة في وسط البلد، فخلي بالك كويس جدا واشتري من مكان مضمون. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنساش اللايك والفولو والشير، ولو لسه عندك اي اسئلة سيبها لي في الكومنتات. سلام.